واضحه لينا. في تعليمات من كابتن حسام حسن من الجهاز الاداري للاعبين بعدم الادلاء بالتصريحات. يعني هم حاطين يعني عايزين يركزوا شويه. نعم. لكن طبعا فوز غالي جدا. كلهم كابتن طارق سليمان في المؤتمر الصحفي اتكلم انه في فعلا دوافع نفسيه كبيره جدا، في اداء تكتيكي واداء يعني بالتاكيد كان له فعاليه كبيره لتحقيق الفوز النهارده، والهدفين اللي بالتاكيد هيكون لهم تاثير ايجابي على مشوار الفريق في المرحله اللي جايه. كابتن طارق سليمان ايضا اشار ان هو لسه عندهم طموح كبير، الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام حسن عندهم طموح كبير مع نادي الزمالك. فعلا نادي الزمالك كان في كبوه، لكن هم قادرين في الفتره القادمه بعد تحسن النتائج، بعد الروح المعنويه اللي دخلت بثت في اللاعبين، ان هم يعودوا من جديد. معايا كمان كابتن احمد حسام ميدو عشان برضه كابتن شوبير مع حضرتك يا احمد ميدو. يا ميدو مبروك يا ميدو. ميدو مبروك يا ميدو. كابتن محسن صالح بيمسي عليك. الكابتن محسن صالح بيمسي عليك. كلمني عليه. ميدو يعني النهارده احسن مبارياتك، شايفين الرغبه عندك ما شاء الله، وانا قلت على مسؤوليتي مبروك عوده ميدو للمنتخب من جديد. كابتن شوبير ثانيه واحده بس هحاول اسمع حضرتك. اتفضل يا ميدو، احنا معاك على الهواء. معاك. سامعني كده كويس؟ سامع حضرتك احسن. عايز اهنيك انا والكابتن محسن على ادائك، واضح ان في اصرار، روح قتاليه غير عاديه. كابتن حسام النهارده ادالك 90 دقيقه بالكامل، واضح انك ناوي، وانا قلت على مسؤوليتي ميدو يعود للمنتخب في اول تجمع باذن الله. والله يا كابتن شوبير يعني واحنا يعني كان في دور مطلوب مني في الملعب، في ان انا اقوم بدور دفاع نص الملعب، يمكن اثر على الفعاليه الهجوميه بتاعتي، لكن احنا كنا كلنا اصرار ان احنا كان نفسنا ان احنا نكسب ماتشين ورا بعض، لان انت زي ما حضرتك عارف ان احنا ما كسبناش ماتشين ورا بعض من اول الدوري، وبنحاول نستغل الدفعه المعنويه اللي في الفتره اللي فاتت ان احنا ناخد ان شاء الله، ان احنا الحمد لله خدنا 3 بونت بتوع الماتش ده، وباذن الله يعني نقفل الدور الاولاني ان احنا ناخد 3 بونت الماتش الجاي باذن الله. ميدو النهارده شفناك وانت بتنقذ هدف في اللحظه الاخيره من داخل منطقه جزاء الزمالك، هل الكابتن حسام مديلك تعليمات بالواجب الدفاعي يا كابتن ميدو؟ تاني يا كابتن شوبير بعد اذنك. حسام حسن مديلك تعليمات بالجانب الدفاعي، انت انقذت هدف، كرة كانت في طريقه لشباك عبد الواحد ولكن اصطدمت بيك، واضح ان عندك تكليفات دفاعيه يا كابتن ميدو. كابتن طبعا كابتن حسام مديني دور دفاعي سواء في الكوره الثابته، سواء لما بنخسر الكوره بنزل ارد في نص الملعب. والحمد لله قدرت اقوم بيها يعني، وزي ما حضرتك شايف ان في فرق في اداء فرقه نادي الزمالك، وفي روح كبيره، وفي لعيبه يعني اقدر اقول ان هم لعيبه رجاله عايزين يعملوا حاجه لنادي الزمالك، وان شاء الله الانتصار ده والمكسب بتاع النهارده يدينا دفع مع الماتش الجاي باذن الله. هل غياب الاهداف غياب ميدو عن تسجيل اهداف عامل لك قلق، ولا حاسس انها جايه ان شاء الله؟ والله يا كابتن شوبير حضرتك عارف الواحد بيحاول يجتهد، ومع الاجتهاد باذن الله ربنا يكرمني بجون باذن الله. وزعت المصاحف وذبحت العجول مش كده؟ والله يا كابتن غير حاجه، الواحد على طول الحمد لله، لكن يعني الواحد مقتنع بحاجه ان طول ما الواحد بيجتهد ربنا يكرمه باذن الله. زود شويه ربنا معاك، واذا كان مصرح ليكوا بالحديث هننتظرك الجمعه القادم ان شاء الله في الكوره مع شوبير، اذا ما كانش مصرح احنا بندي لك كل العذر يا كابتن ميدو. اتشرف ان انا ابقى معاك يا شوبير ان شاء الله.